السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الهنا والسعادة على عيونكم يا حبايبي. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهاردة فيديو جديد ان شاء الله بإذن الله تستفادي منه. بس قبل ما نبدأ مع بعض الفيديو نسمي ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. لو كنت اول مره تشوفي قناتي اتمنى ان انت تدوسي على زر الاشتراك وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. ويلا بينا بقى نشوف الفيديو بتاع النهارده، فيديو تحفيزي وفيديو نشاط، فيديو حلو جدا هتستفادي منه ان شاء الله باذن الله. بس كملي معايا الفيديو للاخر. النهارده هنعمل حبه حاجات حلوه قوي، نخزن كده حبه حاجات في الفريزر هتملى بيتنا خير، وبكل توفير كده وبكل شطاره منك هتبصي تلاقي نفسك موفره على نفسك وقت وجهد وفلوس وكل حاجه. اول حاجه انا نزلت السوق جبت كده حبه حاجات حلوه كده، قلت اما احطها في الفريزر. عامه الحاجه في الفريزر احسن من الفلوس. الفلوس بتتصرف، لكن لما تجيبي حاجتك وتحطيها في الفريزر هتبصي تلاقي ربنا مبارك في الحاجه كده وبتقعد عندك، وبتبقي مطمنه ان الفريزر مليان خير كده، ووقت ما تعوزي اي حاجه تسمي بسم الله وتفتحي وتطلعي من خيرات ربنا. انا نزلت السوق جبت بصل. طبعا البصل دلوقتي رخيص، مش رخيص قصدي، البصل الكيلو ب9 جنيه. انا جبت تقريبا 2 كيلو ونص، وجبت عليهم 3 كيلو من الطماطم. مسكت البصل قشرته كده تقشيره حلوه، وشطبته بشويه ميه وعلى الكبه على طول. هنعمل ايه في البصل القمر ده؟ البصل ده هنمسكه نضربه في الكبه ونحطه في الحله ونحطه على النار، نقليه كده اهو، ندبله شويه. وبعد كده هكون طبعا مجهزه معاكم الطماطم ونظبط الدنيا كده. انا هعمل البصل ده، انا مش هعمله للطبيخ. البصل اللي انا هقليه ده انا هعمله واخزنه لشهر رمضان المبارك علينا وعليكم بخير. هتعملي ايه بيه يا لولو؟ هتعملي ايه بالبصل الحلو اللي انت هتخزنيه ده؟ انا هشيل البصل ده متخزن جاهز لصلصه المحشي، يعني انا هعمله صلصه محشي فقط لا غير. هعمل منها يعني زي ما قلنا حبه البصل المحترمه دول على حبه الطماطم الحلوه دول، وامسكهم واظبطهم تظبيطه حلوه كده، واسبكهم واظبطهم بالملح والبهارات وكل حاجه، ونخليهم زي الفل ونكيسهم كده 3 4 اكياس. دول هيبقوا مخصوصين للمحشي. جايه في اي وقت في رمضان علينا وعليكم بخير، او في اي وقت اكون مستعجله، اكون جايه من المدرسه جايه من درس وعايزه اعمل محشي، ما احتسش ولا احترش ولا افضل كل شويه اقول هعمل ايه وانضف امتى واظبط امتى واقلي امتى والحوارات دي كلها. لا، انا جبت البصل زي ما انتم شايفين لونه كده بقى اصفر معايا وحلو كده. الطماطم غسلتها ونضفتها وحطيت عليها بنجرايه وحطيتها على البوتاجاز. الطماطم اتسلقت سلقه حلوه كده، وبالهاند بلندر اديتها كده ضربتين 3 لغايه لما اتعصرت عصره حلوه. ما صفيتهاش ولا عملتش فيها اي حاجه خالص. ما صفيتهاش ليه؟ علشان دي صلصه محشي. صلصه محشي يعني دايما بيبقى فيها يعني تبقى باين فيها الطماطم شويه كده، مش لازم تنعميها خالص وكمان تعصريها. لا، انا سبتها زي ما هي، انا ضربتها ضربه حلوه وحطيتها على طول على البصل، وسبته بقى مع نفسه ياخد ويدي كده مع نفسه لغايه لما اتسبك تسبيكه حلوه، وطفيت عليه النار وسبته كده مع نفسه. طبعا بعد ما حطيت البنجرايه، لان البنجرايه خلت لون الصلصه بصراحه تحفه. تعالى بقى نشوف هنعمل ايه تاني. انا جبت نص كيلو من اللوبيا اللي هي ام عين سودا، وجبت نص كيلو من الفاصوليا. هتعملي ايه دول يا لولو؟ دول همسكهم كده، نقيتهم تنقيه حلوه ونقعتهم لمده 3 ساعات. بعد ال3 ساعات رحت حطيتهم على البوتاجاز وسبتهم كده اتسلقوا مع نفسهم. بعد ما اتسلقوا رحت مصفياهم، وعلى طول هناخدهم من كيسهم نحطهم في اكياس او نحطهم في علب. هنحط في كل علبه على قد الطبخه. يعني ايه؟ يعني انا احنا عددنا 4 افراد. انا بجيب الربع كيلو بصراحه، ما بعملوش كله. يعني ايه ما بعملوش كله؟ يعني ما بسويش الربع كيلو كله، بسلقه كله مره واحده واظبطه وكل حاجه، وباخد نص الربع احطه في كيس والنص التاني اسويه. والنص الربع عامه بنقعد ناكل فيه بسم الله ما شاء الله يومين. ما تفرحيش بان انت تعملي الحاجه كتيره وتبصي تلاقي الحاجه متبقيه عندك وتترمى، وتفضلي تسخني وتبردي فيها والحاجه ما تتاكلش. لا، اعملي الحاجه على القد، واللي يتبقى سخنيه تاني يوم. حسيت ان اتبقى ومش عايزه تسخنيه تاني يوم، امسكيه في كيس كده حلو وتحطيه في الفريزر، هيجي عليكي وقت تحتاجيه. ورحت جبت كيلو ونص من البسله. انا كان عندي بسله جاهزه، بسله يعني كنت مخزنها في الفريزر من السنه اللي فاتت، بس قلت اجيب حبه كده حلوه احطهم في الفريزر، اعمل منهم شوربه خضار، او اعمل منهم بسله بجزر طبيخ كده، او اي حاجه. يعني الكيلو ونص حلوين قوي بالنسبه لي، لان انا عندي كذا كيس في الفريزر، وبرده ما حبيتش ارميهم، قلت اخليهم بس هجيب جديد كده. مسكت البسله نقيتها وغسلتها زي ما انتم شايفين كده، وجبت الجزر غسلته قشرته الاول تقشيره حلوه، وغسلته وبدات ان انا اقطعه مكعبات زي ما انتم شايفين كده. جبت كمان شويه من الفاصوليا هعمل لها غسلتها غسله حلوه، وشلت الحته اللي من فوق ومن تحت وقطعتها زي ما انتم شايفين التقطيعه الحلوه دي. وكمان شويه كوسه علشان نعمل هنعمل احلى شوربه خضار.
هنعمل شوربه الخضار وهنحطها في الفريزر، وبجد هتطلعيها بيبقى طعمها تحفه جدا، كانك لسه جايبه الخضار طازه ومظبطاه كده، وبتبقى طالعه تجنن. انا بصراحه مجرباها قبل كده كذا مره، ان انا ببقى مكيساها كده واحطها في الفريزر واطلعها على طول، اطلع الكيس على طول على الطبق على حله الشوربه، بصراحه بفصين توم كده محترمين، بحته مرقه دجاج لو الشوربه بتاعتي مش دسمه، وبجد بتبقى طعم شوربه الخضار تجنن. يا سلام بقى لو عملتيها وحطيتي فيها كده، حمرتي حبه لسان عصفور ونزلتي فوقيها بالخضار والشوربه، الله الله الله، يا سلام على الريحه وجمالها، بجد بتبقى تحفه جدا. نحاول نقتصد على قد ما نقدر، نحاول نوفر على قد ما نقدر، نعمل على القد، اعملي الحاجه على القد وتخلص نعمل تاني. لكن ان انت تعملي الحاجه تبقي جايبه الحاجه غاليه بالشيء الفلاني وتعملي كتير وتبقي فرحانه بقى امالي والحله بقى انا عامله كتير بقى والكلام ده كله، وتيجي الحاجه يتاكل منها معلقه معلقتين والباقي يترمي، ربنا ما قالش كده. تعالوا بقى نشوف انا جبت ايه كمان. انا جبت قلقاس، جبت 2 كيلو من القلقاس، جبت قلقاسيه كبيره كده وما كانتش مخوصه من جوه ولا اي حاجه ولا مخوره، اللي هي فاضيه من جوه يعني، غير كانت جميله جدا في منتهى الجمال، لان ده الموسم بتاعه. احنا بصراحه في فصل الشتاء، وعامه في فصل الشتاء خزني كل حاجه نفسك فيها، املي الفريزر خير، واملي الفريزر من خيرات ربنا، هتبص تلاقي كل حاجه ما شاء الله مليانه، كل حاجه في بيتك. انا جبت القلقاسيه غسلتها، قشرتها الاول وبعد كده غسلتها ونشفتها بفوطه ناشفه، وقطعتها تقطيعه حلوه قوي صغننه كده مكعبات، وحطيتها بقى ايه، هبدا اركنها كده على جنب وابدا اكيسها. تعالوا بقى نشوف الخضره القمر بتاعه القلقاس اللي بجد ريحتها والله العظيم لما عملتها كانت قلب الدنيا. انا جبت السلق بتاع خضره القلقاس، جبت سلق وكزبره، ما حطيتش، وتقريبا يعني كام عود كده من الشبت، مسكتهم كده غسلتهم وقطعتهم تقطيع حلوه. انتوا شفتوني طبعا انا بقطع السلق خضره القلقاس ازاي، لازم بتشيلي الورقه كده اللي من فوق بس، ما بتاخديش الاطراف او العروق بتاعه الورقه، بناخد الورق بس. غسلتهم وظبطتهم وقطعتهم، وبدات بقى ايه، جبت راس تومه محترمه كده، معلقتين سمنه محترمين، وشويه كده من الكزبره الناشفه المدقوقه طبعا مفرومه، وحمرت كده التوميه، ونزلت بقى بالخضره الحلوه القمر دي، ريحتها يا سلام يا سلام، وحياه ربنا الريحه كانت تجنن بجد. وسبتها بقى غليت كده كم غلوه منها فيها من غير ما احط ميه ولا اي حاجه، هي نزلت ميتها منها فيها، مسكتها ضربتها في الخلاط وخلاص هي كده بقت جاهزه معايا، ورجعتها تاني في الطاسه غليت غلوتين وبقت كده زي الفل. كمان انا كنت جايبه فلفل الوان، مسكته كده قشرته، بصراحه بينفعني جدا لو بعمل شاورما، بعمل بيتزا، بعمل اي حاجه، يعني الشاورما والبيتزا والحاجات الخفيفه دي دايما بتبقى محتاجه فلفل الوان، وساعات بيبقى جاي عليه وقت بيبقى غالي جدا، وبصراحه الوقت اللي احنا فيه ده غالي جدا. انا جايبه الكيلو كان ب 25 جنيه، بس طالما عايزه الحاجه بصراحه مش بدور الحاجه غاليه ولا رخيصه، طالما الحاجه محتاجاها خلاص استعيني بالله وتوكلي على الله وهاتي منها على قد احتياجك، مش لازم تجيبي وتخزني ولا تجيبي وتملي مثلا 5 6 كيلو والكلام ده كله، جيبي على قد الاحتياج بتاعك. انا هحتاج كيلو خلاص هجيب كيلو، اظبطه وافرزه كده واحطه في الفريزر، ولما يخلص ان شاء الله باذن الله ربنا يعيني ويقويني ويوسع عليا، وبعد كده اجيب كل مره انزل اجيب حاجه في حاجه. لو انت برضو عايزه تخزني حاجات في الفريزر، مش شرط ان انت تنزلي في يوم واحد تجيبي كل حاجه، لا، في مره انزلي هاتي مثلا 3 كيلو بصل، عليهم 4 كيلو من الطماطم، ظبطيهم واعمليهم صلصه وروقي عليهم كده وعلى الفريزر على طول. مره كمان تنزلي لو لقيتي حبه بسله وحبه جزر جيبيهم برضو ظبطيهم وحطيهم في الفريزر. مره كمان شويه فلفل الوان، شويه شوربه، اي حاجه، شوربه خضار اللي هو خضار تجيبيه كده، جزر على كوسه على بطاطس على الحاجات دي، وتظبطيها كده وتحطيها. انا جهزت الحاجه زي ما انتم شايفين كده بالشكل القمر ده. كان عندي العلب دي كل علبه بتشيل بالظبط نص كيلو. جبت العلب دي، حطيت في كل علبه كده شويه من الجزر وشويه من البسله، دي للعلب اللي هي بتاعه البسله. كمان العلب بتاعه القلقاس حطيت فيه حبه كده من القلقاس بس، ما حطيتش اي حاجه تانية. وكمان الفلفل الالوان. وجبت بقى الاكياس الحلوه بتاعتي دي اللي انا هحط فيها، اخزن فيها اكياس الصلصه اللي هي بتاعه المحشي. زي ما اتفقنا انا عامله الصلصه دي للمحشي. يعني ايه للمحشي؟ انا عامله الكيس بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده يعمل لي حله محشي محترمه. مسكت الصلصه كده، كنت مظبطاها كده وهيئتها بالملح وبالبهارات وبكل حاجه، بقت تبقى طالعه معايا، طلعها على بال مثلا ما تسلقي الكرنبايه وتظبطي الدنيا وتجهزي بتاعه المحشي اللي هتحشي فيها، تبصي تلاقي الصلصه خلاص فكت معايا وجاهزه زي الفل، يا دوب اسلق بس الكرنبايه ولا اقور البتنجان والكوسه وتبقى الصلصه بتاعتي تمام التمام. وده بقى السلق او الطشه بتاعه القلقاس. ريحتها يا جماعه بجد تحفه جدا والله يا بنات، ريحتها حلوه قوي قوي قوي، الكزبره مع ريحه السلق كده مع ريحه الخضره،
بجد جامده جدا، جربيها وحياه ربنا ان شاء الله باذن الله يعني هتعجبك جدا. جربي طريقتي كده في التخزينات اللي انا خزنتها النهارده، ان شاء الله باذن الله تعجبك. ودي بقى الاطباق اللي انا جبتها زي ما قلت لكم، كل طبق بيشيل تقريبا كده نص كيلو. انا جبت الاطباق دي حطيت في طبعا الفاصوليا واللوبيا والحاجات دي كلها، لما بتنقعيها بتطلع السموم اللي فيها دي اول حاجه. تاني حاجه الكميه بتاعتك بتتضاعف، بتبقى زايده، بتبقى كتير، يعني نص كيلو بيرمي معاكي كيلو بالظبط. انا مسكت الفاصوليا واللوبيا قسمتها كده، كل طبق حطيت فيه الربع كيلو، يعني نص كيلو قسمته على 4 اطباق. ربع كيلو، نص كيلو من الفاصوليا قسمته على 4 اطباق، نص كيلو برضو من اللوبيا قسمته على 4 اطباق. وكمان كنت جايبه ليمون، الليمون هعمل فيه ايه؟ مسكته غسلته غسله حلوه ونشفته على الكيس على طول، حطيته في الكيس وهحطه في الفريزر. اول ما اجي احتاجه اروح مطلعه على الليمونيه، احطها في كوبايه فيها شويه ميه دافيه، مجرد بس ما دقيقتين بالظبط كده تبص تلاقي الليمونه طريت معايا، ونزلت الميه كلها اللي فيها، ولا بتكون ممرره ولا بيكون فيها اي حاجه. طريقه التخزين بتاعه الليمون دي جميله جدا جدا ومضمونه، وانا بصراحه مجرباها كتير جدا. جربيها وان شاء الله باذن الله هتدعيلي. وكمان انا لما جبت الليمون علشان اخزنه اخترت الليمون الاصفر الكبير اللي هو بيبقى من جواه كله ميه، علشان لما اجي احتاجها اطلعها احطها زي ما قلت لكم في شويه ميه دافيه واعصرها تنزل حبه ميه محترمه كده. وكمان كنت جايبه شويه كنت جايبه بنجر. مسكت البنجر، انا ما غسلتوش خالص، انا جبته قشرته بالقشره بتاعه البطاطس وقطعته مكعبات وحطيته في كيس على الفريزر على طول. ما غسلتوش ليه؟ لان انا لما اغسله هينزل كل اللون او كل الفايده اللي فيه في الميه. انا مش عايزه كده، انا هاخدته زي ما هو كده، هو نضيف. انا قشرته بالقشره، شلت كل الطبقه اللي فيها طين من بره ومسكته على طول، رحت مكيساه. وقت ما اجي احتاج هروح مطلعه كده من الكيس قطعه او قطعتين، لو انا هحطه على السلطه، لو انا هحطه على عصير الفراوله، لو انا هدخله في اي حاجه، احطه مثلا في شويه صلصه كده على البوتاجاز ابقى عاملاهم. همسك كده قطعه البنجرايه اروح شطفها كده شطفه حلوه واروح مستخدماها على طول. هي هتبقى محتفظه، البنجرايه محتفظه باللون الحلو بتاعها، وهتبقى القيمه الغذائيه بتاعتها جميله جدا ومفيده جدا. ان شاء الله باذن الله الفيديو بتاع النهارده يعجبك وتكون استفدتي منه. طبعا احنا متفقين ان ما شاء الله في فصل الشتاء خير ربنا وخيرات ربنا، ممكن تخزني كل انواع العصاير في الشتاء. عندك برتقان، عندك برتقان بجزر، عندك جوافه، عندك بصي كل حاجه نفسك تخزنيها. كمان الخضار بلا استثناء كله يتخزن في فصل الشتاء، لان بجد بتبقى فايدته حلوه قوي، وتحس ان الخضار بخير وكده. يا رب تكوني استفدت من الفيديو بتاعي النهارده، وتجربي طريقتي في تخزين الخضار وفي تخزين الليمون والبنجر والحاجات دي كلها اللي احنا خزناها النهارده. اتمنى ان تكوني استفدتي معايا، وتحطي لي احلى لايك منك للفيديو، وتجربي الطرق دي وتملي بيتك كده خير، وتملي الفريزر بتاعك من خيرات ربنا، حتى لو بكميات قليله هتستفادي جدا منها في الاخر.